كده عظمة، العظمة لله وحده كده كده. بسم الله. مساء الخير. بص، هو في لابات كتيرة جدا وبأسعار كتيرة جدا، في الغالي، في الرخيص، في الأوفر برايزد، في اللي سعره ممتاز، في حاجات كتيرة جدا. بس أهم حاجة في الموضوع ده اللي أنت تعرف تختار اللابتوب بتاعك بشكل كويس، لأن الموضوع ده هيفرق جدا في حياتك. فأنا حابب أطلع أتكلم معاكم في أكتر 3 لابات أنا شايفهم بيقدموا القيمة الكويسة مقابل السعر بتاعهم، من رينج 25,000 لحد 30,000. للأسف ما لقيتش غير ال3 لابات دول الكويسين في الفئة السعرية دي. لو انت مثلا او انت داخلين جامعة جديد ان شاء الله بعد لما تنجحوا في امتحانات الثانوية العامة بتاعتكم يا رب. وبمناسبة امتحانات الثانوية العامة، ثانوية عامة مش اخر حاجة في الدنيا. ثانوية عامة مش هي اللي هتقرر قيمتك قدام الناس، وانت اللي بتحدد مصيرك، وانت اللي بتحدد احترام الناس ليك، وانت اللي بتحدد احترامك لنفسك. اعمل اللي عليك وربنا هيوفقك. ولو حصل في الامور امور، اوعى تقول ليه يا رب، انت ما تعرفش ربنا كاتب لك الخير فين. ومفيش حاجة اسمها ربنا ما بيديش كل حاجة، ربنا بيدي كل حاجة، بس كل حاجة بنسبتها. فكل اللي عليك اللي انت تهدى وتتفائل، تعمل اللي عليك وربنا هو اللي هيقرر الباقي مش انت. انا طولت عليك كتير في المقدمه، بس يعني دي سلسله فيديوهات رايحه لاخواتي بتوع ثانويه عامه. لو بتتفرج عليا وانا كنت ميت ساعتها فادعي لي بالرحمه والمغفره. فاحنا هنبدا السلسله دي من اول 25,000 ل 30,000، والحلقه اللي جايه من 30,000 ل 40,000 وهكذا. والسلسله دي احنا هنسميها بكام وانا ارشح لك. والله العظيم اسم جامد. استنى. السلسله دي احنا هنسميها بكام وانا ارشح لك مع احمد عارف على النجوم FM. اسف. واول لابتوب معانا في السلسله دي هيكون MSI GF 63 ثن 11SC. اللابتوب ده سعره 26,400 جنيه. بيجي ببروسيسور i5 من الجيل ال11 11400H، بروسيسور 6 كور و12 ثريد، وكارت الشاشه بتاعه هيكون انفيديا GTX 1650، والرامات بتاعته 8 جيجا DDR4 3200 ميجا هرتز، و512 جيجا SSD، والشاشه بتاعته IPS ليفل فول HD 144 هرتز. ده كله كلام جميل جدا. عايز اقول لك اكتر بقى عن اللابتوب ده، وايه مميزات اللابتوب، وايه عيوب اللابتوب ده. اول حاجه، اللابتوب ده هيكون كويس جدا ليك لو انت البادجت بتاعتك على القد، وداخل مثلا برمجه، داخل هندسه، بتشتغل على الكاد والساب في حاجات بسيطه، لسه بادئ يعني، انت لسه هتدخل الجامعه، فده هيكون لابتوب كويس جدا ليك. واللابتوب الحاجات الحلوه اللي انا شايفها فيه بجد ان هو الشاشه بتاعته 144 هرتز وفول HD، وكمان الرامات بتاعته ينفع تزودها. وبالنسبه للستورج بقى، ودي حاجه بقت نادره جدا اليومين دول، وان اللابتوب ده بيجي ليه مكانين، واحد SSD NVMe وواحد 2.5 انش، سواء انت عايز تحط SSD SATA او تحط HDD. لان في ناس بتقول لك طب انا كده كده هبقى محتاج مساحه تخزين مش اكتر، فانا ممكن اشتري 2 تيرا HDD اللي هو ال 2.5 انش الصغير، واشتري NVMe ال 512 اللي هو جاي مع اللابتوب، واسيبه زي ما هو. وكمان الشاسيه بتاع اللابتوب كويس وبيديك احساس كده جامد انت شاري لابتوب غالي. والكيبورد بتاعته بتنور باكلت احمر، وشايف ان هو هيكون كويس ليك لو انت في برمجه، لو انت في هندسه، لو انت في حاسبات، لو انت في اعلام، ده ممكن يشتغل معاك كويس. بس اوعى تعتمد على الشاشه بتاعته 100%، لان الشاشه بتاعته IPS ليفل، هي شاشه TN، ومحلين لها الالوان بتاعتها بمعنى صح. دي المميزات اللي انا شايفها في اللابتوب. وحاجه في اللابتوب ما عجبتنيش فيه ان هو بيجي بمروحه واحده مش مروحتين بس. مقابل كده ظهر اللابتوب كله تقريبا مش علشان الاير فلو يمشي بشكل كويس، ومش دي يعني مخرم كده، في فتحات كتيره في الظهر بتاع اللابتوب. والبطاريه بتاعته مش اقوى حاجه، هي 51 واط، ده مش رقم كبير خالص، ده رقم قليل. والسبيكر بتاعه هو بيكون 2 سبيكر كل واحد فيهم 2 واط، وده هتلاقيه عيب في كل اللابات اللي انا هتكلم عليها النهارده. ومقابل بقى كل الحاجات دي، اللابتوب وزنه كيلو و800 جرام، كيلو 860 جرام بالظبط. ايه ده؟ انت ما عملتش سبسكرايب ولا حتى لايك؟ بهزر. كرنج. ابقى اعمل سبسكرايب عادي، علشان احنا قربنا نوصل لل20,000، وصلونا لل20,000. وبالنسبه للمخارج بتاعت اللابتوب، فهو بيجي بواحد USB 3.2 تايب سي جن 1، و3 USB 3.2 تايب A جن 1 برضه، ومكان HDMI يشغل لك مونيتور لحد 4K 30 هرتز، ومكان للايثرنت والAUX كومبو، وبس كده. فعلى سعر اللابتوب اللي هو 26,400 جنيه هيكون كويس
ويلا بينا ندخل على اللاب اللي بعده. بص اللاب اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، سميح كان لسه منزل له فيديو من كام يوم تقريبا، اللي هو الايسر اسباير 7 النسخه ال 2050. اللابتوب ده الموديل بتاعه بالظبط، هقول لك الموديل بتاعه كامل علشان لو انت عايز تعمل ريسيرش عليه. اسمه ايسر اسباير 7 A715-76G-598U. النسخه دي سعرها 26500 جنيه. بتقدم ايه بقى؟ بتقدم بروسيسور كور اي 5 من الجيل ال 12450H. البروسيسور ده هيكون 8 كور، 4 برفورمانس كور و4 افيشنسي كور، وده هيكون كويس ليك في الكودينج والبرمجه والبراوزنج والالعاب. بس اللي انا بتكلم فيه الاهتمام الاكتر هيكون في وقت الرندر بتاعك او وقت الران بتاع الكود بتاعك، بحيث ان انت لو مشغل حاجه في الباك جراوند هي مالهاش علاقه اصلا بالكورز اللي انت شغال عليها، هي شغاله على الافيشنسي كورز اللي هي بتبقى ايه للباك جراوند، الجوجل كروم، الكلام ده كله، وانت بتبقى شغال في شغلانتك عادي جدا ومش بتاثر باي حاجه. والرامات بتاعته 8 جيجا DDR4 3200 ميجا هرتز و512 جيجا SSD M.2 NVMe، والشاشه بتاعته 15 و6 انش فول اتش دي اي بي اس بانل 144 هرتز. والكارت كده كده هيكون انفيديا ار تي اكس 2050 4 جيجا GDDR6. 2050 ده انا بشوفه من وجهه نظري هو الابديت بتاع 1650 اللي احنا لسه قايلين عليه في اللابتوب اللي فات. يعني هو 1650 بس متعلي البرفورمانس بتاعته شويه، فده حاجه هتكون كويسه معاك بقى لو انت ايه عايز تدخل ادفانسد اكتر في الالعاب، لان ال 2050 هيشغل لك اعتقد كل الالعاب ده لو انت بتسال على الالعاب. بص يا سيدي، اللابتوب ده بيجي بمخرج HDMI كده كده، وبيجيب 3 مخارج USB 3.2 تايب A جن 1 وUSB 3.2 جن 1 تايب C وRJ 45 كده كده اللي هو بتاع الايثرنت وAUX كومبو. انا بقى بالنسبه لي اللي بيخلي اللابتوب ده كويس واللي يميزه بجد هو البروسيسور. اهم حاجه في الفئه السعريه دي ان هو يبقى فيه بروسيسور i5 من الجيل ال 12450H، وكمان كارت الشاشه بتاعه يكون RTX مش GTX وRTX 2050، فده هيبقى كارت معقول جدا في السعر ده. هيشغلك بقى، سيبك بقى من الالعاب خالص، لو انت في اعلان مثلا هتدخل اعلان هتستفاد ببرنامج زي بتاع انفيديا بودكاست انك تعرف تنهانس الصوت بتاعك بشكل كويس. هتستفاد بالخصائص بتاعت انفيديا اللي بتقدمها للسوفت وير علشان تخدم على الهاردوير بتاعك. وميزه من المزايا اللي مش موجوده اليومين دول في البادجت دي تحديدا ان في فينجر برينت على التراك باد، والشاشه بتاعته اي بي اس بانل مش اي بي اس ليفل، فهتديك الوان احلى. بس السطوع بتاعها مش اقوى حاجه. وكمان بقى مشكله بالنسبه لي ان الفريم بتاعه تحسه اوت ديتد، ده مش ديزاين جديد. وبرده حاجه مش لطيفه في اللابتوب ده هي المفصلات بتاعته، فلو انت هتشتري اللابتوب ده خلي بالك وانت بتفتح وتقفل اللابتوب تفتحه من نص الشاشه وتقفله من نص الشاشه علشان المفصلات بتاعته مش اقوى حاجه. واللابتوب كله مصنوع من البلاستيك، ووزن اللابتوب هيكون 2.10 كيلو جرام، وسعر اللابتوب زي ما قلت لك 26500 جنيه. ودلوقتي احنا هننتقل على ثالث واخر لابتوب في الفئه السعريه دي، الا وهو اللينوفو LOQ 15IAX9- الام تي ام بتاعه بقى 83GS008QED. اللابتوب ده ضمان سنتين، ده اول لابتوب في الفئه السعريه دي يكون بضمان سنتين، وبيجي بروسيسور انتل برضو كور i5 من الجيل ال 12 بس 12450HX. ده الكلوك سبيد بتاعته بتكون اعلى بحاجه بسيطه، بس الميزه اللي فيه بجد ان هو الرامات بتاعته توصل لحد 128 جيجا رام مش 64 جيجا رام. الفرق ما بينهم مش اقوى حاجه، بس في فرق ما بين الاثنين بروسيسور. زي ما قلت لك ان البروسيسور بتاعه i5 من الجيل ال 12 12450HX وراماته 8 جيجا DDR5 5200 ميجا هرتز، وكارت الشاشه بتاعه هيكون RTX. النور قطع، النور جه الحمد لله. نرجع تاني لل LOQ ال 2050 ونتكلم في مزايا اللابتوب. بص يا سيدي، اهم ميزه في اللابتوب ده انا شايفها ان هو فيه تايب سي ثاندربولت، وده باور ديليفري 100 واط. دي ميزه مش موجوده في الفئه السعريه دي اصلا، فدي اول حاجه كويسه. الشاشه بتاعته اي بي اس بانل 100% sRGB. كارت الشاشه بتاعه اللي هو RTX 2050 التي جي بي بتاعه 65 واط، والرامات بتاعته DDR5 وتقدر تزودها لحد 128 جيجا. على الموقع بتاع الشركه نفسها تقدر تزودها لحد 32 جيجا في السلوت الواحده، يعني الاثنين مع بعض 64. بس البروسيسور نفسه اللي هو الاي 5 12450HX تقدر تزود له رامات لحد 128 جيجا رام عادي، والشاحن بتاعه 135 واط وفي نفس الوقت سليم، فتقدر تحطه في الشنطه بتاعتك من غير ما تحس باي اذى خالص. والاس اس دي اللي فيه 512 جيجا جن 4، وفي مكان تاني للاس اس دي برضه جن 4. والحاجات اللي هي مش احسن حاجه في اللابتوب هي اللابتوب نفسه بيتخربش بسرعه جدا، يعني انت بس لو لمسته كده بايدك هتلاقيه
يخربش منك. فدي مش احسن حاجه في الدنيا. هو السبيكر بتاعه كده كده 2 سبيكر كل واحد فيهم 2 واط، واللابتوب ده بيجي معاه ماوس جيمنج من لينوفو اسمه لينوفو ام 100. فباختصار شديد انا شايف لو انت معاك لحد ال 30000 هو اللينوفو احسن حاجه هتاخدها، تحتيه على طول الايسر، تحتيه على طول الام اس اي. فكده انا اديت لك احسن 3 لابتوب في الفئه السعريه دي، وكلهم هيكونوا مناسبين جدا ليك. لو انت في هندسه الام اس اي هيبقى كويس، الايسر هيبقى كويس، اللينوفو هيبقى احسن حاجه في البادجت ده. لو انت في كمبيوتر ساينس وعايز حاجه للكودينج فكل الكلام ده هيكون كويس معاك. فباختصار شديد هي دي الثلاث اجهزه اللي معانا في الحلقه بتاعت النهارده. لو عجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتكتب لي في الكومنتات ايه احلى لابتوب في الثلاث لابات دول. اشوفك بقى في الحلقه الجديده، ولحد لما اشوفك احب اقول لك اللي انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. استناكوا، سلام.